خاص للي نشر، وشكر خاص كمان للي جالس يحط لايكات ويحط كومنتات ويدعمني بكذا حساب، لأنه في ناس يدعموني بأكثر من حساب. يعطيكم ألف 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 عافية، ما قصرتوا. وعشان كذا جبت لكم قصة جن جديدة، أتمنى تنال إعجابكم هذه القصة. وطبعا يا شباب زي ما قلت لكم، اللي يحفزني واللي يحمسني أني أنزل مقاطع أو فيديوهات في القناة اللي هو تفاعلكم معي ولايكاتكم ونشركم للمقاطع. يعطيكم ألف ألف عافية، ما قصرتوا معي. طبعا يا شباب قبل لا نبدأ المقطع راح انزل صورة في الانستغرام، يعني الان وقف المقطع وروح شوف الصورة الان في الانستغرام نازلة، اللي هي اسأل هولاكو. طبعا الاسئلة هذه باذن الله بالكثير يعني اسبوع او حاجة زي كذا راح اصور سلسلة اسألني. طبعا السلسلة هذه كثير طلبوها، فراح اصور ان شاء الله سلسلة اسألني. روح الانستغرام تحصل في صورة، اكتب سؤالك في الكومنتات وباذن الله راح اخذ الاسئله. ثاني شيء شباب راح احط لكم الان تويتر ظاهر في الشاشه، يا ليت اتمنى من الكل انه يروح يتابعني، لاني راح ابدا في تويتر وراح اسحب على البرامج الثانيه اللي هي الانستغرام والاشياء ذي. اي حاجه باذن الله راح انزلها في تويتر لانه اغلب الشعب يعني عليه. وطبعا يا شباب زي ما انتم عارفين عند ذكر قصص الجن او الجن بصفه عامه يحضرون، يا ليت تتعوذ من ابليس وتسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا قصتنا. شاب عشريني يستهزئ بالجن لأنه لا يؤمن بوجودهم، ولكن يحصل العجيب والغريب. يكتشف أن تحت منزله قرية كاملة من الجن من العهد الإغريقي القديم. كل مرة نسمع شيء عن الجن لا إراديا نربطه بالخيال لأن ما نبي نصدق، لكن إذا أنت تكون قد مريت بهالتجربة بتصدق. مهما كنت تسمع قصص أو تقرأ قصص عن الجن، صدقني بيجي يوم تصدق أن الجن حولك وبكل مكان. خلوني أبدأ قصتي. أنا علي، عمري 20 سنة. بداية قصتي في يوم كنت أتكلم مع أمي الله يرحمها عن الجن، وكانت تقول يا ولدي ترى الجن حولنا بكل مكان، والدنيا هذه مو لحالنا عايشين فيها. كنت أناظرها نظرة استحقار وتريقة، وتكلمت بطقطقة واستهزاء وقلت ومين قال إن في جن بهالعالم؟ أنا ما أؤمن بوجودهم، وأصلا ما لهم وجود. قالت إلا لهم وجود، وحتى مذكورين بالقرآن، وفي بعد جن اسمهم عمار البيت. ذولا تحصلهم بكل بيت، وفي منهم الطيب وفي منهم الشرير، وفي منهم القوي وفي منهم الضعيف. قلت لها طيب حنا ما نشوفهم، كيف نصدق انهم موجودين؟ قالت هم يشوفونا ولكن حنا ما نقدر نشوفهم، بس احيانا ممكن تحس فيهم. وجلست تحكي لي عنهم وتتكلم. كنت صغير وقتها، عمري 16 سنة تقريبا، وفي يوم من الايام قررت اواجه امي بحكاية الجن اللي كل ما اجلس معها ترمي لي كلمة منهم. تكلمت وقلت أمي في جن حقيقة؟ قالت ايوه وشايفينه هم كمان، وانا بوصيك وصية انتبه تنساها وكررها دائما، واللي هي اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقتها ما راح يقدرون عليك. دخلت الحمام وكنت اتروش، لكن كنت اسمع امي برا تقول يا ولدي لا تغني بالحمام، ترى والله بيجونك وانت الحين تأذيهم ببيتهم. ما اهتميت لكلامها وكملت غناي وانا مبسوط. طلعت من الحمام وكانت امي تقول يا علي انت تقعد كل هالوقت بالحمام وش تسوي؟ قلت اخذ معاي جوالي. قالت جوال وش؟ انت جالس تأذيهم ببيتهم. قطعتها وقلت هم ماتوا اصلا. قطعتني وقالت يا علي ذولا جن، تعرف وش معنى كلمة جن؟ وجلست تتكلم وانا مو معاها. وبعدها دخلت غرفتي ونمت. صحيت بالليل الساعة 2 تقريبا وكنت ابغى الحمام. خرجت وتوجهت للحمام اللي موجود باخر السيب، ولكن كل ما اقرب كنت اسمع صوت احد يغني بالحمام وجالس يتروش. كان ضباب المويه الحار مغطي السيب، ولكن كل ما اقرب كانت تختفي تدريجيا. قلت اكيد امي تتروش او شيء. تكلمت بمزح وقلت امي انت ما قلتي لا تغني بالحمام؟ وهذا انت مو مقصرة وصوتك احلى مني بعد. لكن ما كنت اسمع لها اي صوت او رد منها. شوية والحنفية اتسكرت. قلت امي يلا استعجلي ابغى الحمام ضروري. لكن في صوت جاي من ورا. التفت وانصدمت. حصلت امي طالعة من غرفتها تحك عيونها وتقول علي وش تسوي هنا؟ ومين كنت تكلم؟ انا انصدمت ولا قدرت اتكلم بعدها. بديت اصحى على نفسي وقلت ولا شيء بس كنت اغني. قالت تغني بعد؟ والله ما ادري وش جوك بالليل. قلت لها انا ابغى الحمام وانتي ارجعي نامي. قالت تصبح على خير. بعد ما راحت رجعت للصالة وجلست على ركبي وبديت افكر البيت ما فيه غير انا وامي، مين كان بالحمام ويغني بصوت انثوي قريب لامي؟ معقولة يتهيالي او ايش اللي صاير؟ قررت اروح واشوف ايش فيه واقطع الشك باليقين. قربت لناحية الباب وفتحته بشويش، لكن هنا كانت الصدمة. الحمام كان فاضي نهائيا، ولا في اي نقطة موية بالارض او بالبانيو.
هنا جن جنوني وقلت أكيد يتهيالي. دخلت وغسلت وجهي وجلست أناظر بالمراية لعل وعسى أحصل حل اللي صاير لي. قلت أرجع أنام وبكرة الصباح رباح. لكن قبل لا أخرج كان في صوت أحد وراي يهمس. أقسم بالله في همس في الحمام، لكن همس من أكثر من شخص، مو شخص واحد، وكأنهم يتفقون على شي بيسوونه. بديت التفت بشويش عشان أشوف من وين جاي الصوت، لكن ما حصلت ولا شيء والصوت اختفى تماما. خرجت من الحمام وأنا ببالي 1000 سؤال وأبغى له إجابة، لكن ما حصلت لأسئلتي إجابات. رجعت لسريري وجلست أفكر وأفكر، لكن غلبني النوم من كثر التفكير ونمت. صحيت ثاني يوم على روتين المتكرر ولا جديد، لكن بالليل يوم قررت أنام كانت الساعة 9 بالليل، وبعدها بدأ الرعب والخوف. صحيت تقريبا الساعة 2:30 أو 3 بالليل، ما أذكر صراحة. حسيت نفسي مخنوق، جيت أبغى أتحرك ما قدرت. نظرت حولي وهنا كانت الصدمة. ما كنت بغرفة حقي، كنت بقبر. أقسم بالله بقبر، كأنه أحد دفني وأنا حي. جلست أصرخ ولكن صوتي ما يطلع. حاولت أتحرك وجمعت قوتي لين ما قدرت أحرك رجلي على الخفيف. غمضت عيوني وقلت يا رب يكون حلم، يلا انك تصحيني منه. ما اقدر والله، ما اقدر اتحمل. لكن بلا فائدة، عرفت ان اللي صاير حقيقة. قدرت احرك رجولي وحاولت اطلع من القبر وادف التراب فوق، وبصعوبة قدرت اخرج يدي. لكن يوم طلعتها برا القبر وجسمي داخل حسيت بأحد يلمس يدي. اقسم بالله في احد جالس يلمس يدي من برا. سحبت يدي لداخل بسرعة وجلست ابكي وابكي الين ما مرت نص ساعة. رجعت احاول اطلع، فقلت اطلع راسي اتفقد المكان حولي وبعدها اطلع من هالمكان البشع. طلعت راسي بحذر وخوف، ولكن ما كان في احد. خرجت من القبر بصعوبة وانا اتسحب. قمت ونفضت التراب عن جسمي، ولكن ليتني جلست بالقبر احسن ما اشوف المنظر اللي قدامي. اتجمدت بمكاني ولا قدرت اتحرك. بقول لكم المنظر باختصار، موتى يطلعون من قبورهم وكأني صحيتهم من سباتهم العميق. لكن العجيب في الامر انهم ما كانوا كاملين، البعض منهم نص جسم والبعض عظام بس تمشي. صحيت على حالي وبديت اركض واركض بالمقبرة، ما ادري وين اروح. المهم اركض وابعد عن اللي يمشون وراي. وانا اركض طالعت وراي بسرعة الا واشوفهم يمشون وراي بشويش وببرود. لكن لما التفت قدامي دعست على قبر وتعرقلت وطحت بالارض. لما قمت بكمل ركض هنا كانت الطامة. حصلت يد خارجة من قبر وماسكة برجلي وتسحبني لتحت القبر. جلست أصرخ وأضرب اليد برجلي الثانية عشان تفكني، وأثناء الضرب كسرت اليد اللي ماسكتني من كثر ما أضربها، وقدرت أكمل ركض وأنا ما أدري وين بروح. المهم أطلع من هذه المقبرة. وقفت أجمع أنفاسي، ولكن جلست أناظر قدامي ويا ليتني ما نظرت. حصلت كلب أسود بشعر، جسم كثيف وعيونه واسعة وحمراء وأنيابه طول أصابع يدي، وكانت ظاهرة وكأن جميع غضب وشر العالم بعيونه. يناظرني بدون حركة، ولكن من نظرة عيونه فهمت انه يوجه لي رسالة. اطلع من هنا. بديت اركض والتفت وراي، لكن المفاجأة انه واقف ولا يتحرك وكأنه يعطيني فرصة اني اهرب. لكن وانا اركض ومن قوة التعب طحت بالارض واغمى علي. صحيت على صوت شيخ يقرأ قرآن، وامي وهي تبكي وتقول علي يا علي رد علي، قوم لا تروح تتركني لحالي بهالدنيا. بديت افك عيوني بشويش، نظرت حولي ورجعت سكرتهم لأن أشعة الشمس كانت عالية من الشباك. رجعت فكيتهم بصعوبة ونظرت حولي وكانت أمي واقفة وجنبها إمام المسجد اللي بحارتنا. أمي طبعا من الفرحة حضنتني وجلست تبكي. نظرت لأمي بعد ما هدت وقلت يمه وش صار فيني؟ قالت دخلت الغرفة كنت بصحيك وحصلتك مغمى عليك. حسبتك ميت بالبداية لأنك ما كنت تتحرك، لكن تأكدت أنك حي بعد ما شفتك تصرخ، والظاهر أنك كنت تحلم. قاطعها إمام المسجد وقال أنت حرارتك مرتفعة وكنت ترتجف وتتكلم وأنت حلمان. ما أدري وش مصدر كل هذا، لكن أكيد شفت حلم لا تحسد عليه. قلت له شكرا والله ما قصرت. قال لا تشكرني، اشكر أمك، لأن لولا الله ثم لولاها ما حد درى فيك للحين. طلع إمام المسجد من الغرفة وأمي طلعت وراه عشان تشكره على وقفته. فجأة تذكرت اللي صار لي، ما أدري كيف نسيته صراحة، بس كنت ملتهي مع أمي وإمام المسجد. حمدت ربي إنه كان حلم وإن ربي صحاني منه. لكن دقيقة، ريحة التراب لسه موجودة على ملابسي. معقولة كل اللي صار حقيقة؟ يا ربي هل أنا بحلم ولا بعلم؟ جلست أفكر وأفكر، لكن قطع تفكيري ألم برجلي. شلت الغطاء عن جسمي وهنا كانت الصدمة. لقيت وشم على كاحل رجلي من تحت. اي والله وشم كان لونه اسود وعليه رسمة كلب وبجنبه ناس وكأنهم يطلعون لي من قبورهم. بس دقيقة، الكلب ذا مر علي، انا متأكد اني شايفه. رجعت بالذاكرة شوي ورا وتذكرت انه هو اللي كان يناظرني بالمقبرة.
عرفت وقتها انه اللي صار لي حقيقة مو حلم. وبنص تفكيري قاطعني صوت امي وهي تدخل للغرفة. رجعت وغطيت رجلي عشان ما تشوف الوشم، ما حبيت اعلمها لانه اللي فيها مكفيها. قالت امي يا علي يلا الاكل جاهز. قلت يمه ما اقدر اقوم، اذا سمحتي يا الغالية تجيبينه لي هنا. قالت امي طيب. خرجت من الغرفة وانا طلعت رجلي من تحت الفراش وجلست اقول يا رب اني ما القاها برجلي، لكن للاسف لقيته نفس مكانه ونفس شكله. جلست اتامل بالوشم ثاني مرة واشوف من وين جاء، لكن تذكرت حاجة، الحين كيف وصل لرجلي الوشم هذا؟ مع ان حتى يوم كنت بالمقبرة ما اتذكر ان احد لمس رجلي او رسم على رجلي. لكن فكرت وتذكرت يوم تعرقلت وطلعت اليد من تحت القبر، اكيد هي السبب، بس كيف ما ادري. عدت 3 ايام على خير ولا حصل اي شيء فيها الا الكوابيس اللي تطاردني كل يوم ونفس الحلم يتكرر. اليوم الرابع قررت اني احاول اتخلص من الوشم، ولكن كيف؟ قررت اني اتكلم مع امام مسجدنا لانه هو يعلم بهذه الامور اكثر وباذن الله بيساعدني. بعد تفكيري قررت اروح له واحكي له من بداية موضوعي الين ما وصلت عنده. رحت البيت ودقيت الباب وطلع لي ولده. قلت له لو سمحت ابوك موجود؟ قال حياك تفضل، على بال ما اناديه لك. دخلت وجلست بالمجلس وبعدها بدقائق دخل امام المسجد وبدا يرحب فيني وقلت له ابيك بموضوع لان ما عندي احد غيرك يمكن يساعدني فيه. تكلمت وقلت له السالفة من بداية ما نبهتني امي من الغناء بالحمام الين ما وصلت عنده. بعد ما خلصت كلام قال وريني الوشم اشوفه. رفعت السروال ووريته الوشم، تنهد وقال ذا الوشم على حسب خبرتي بهالامور انا شايفه بمكان، بس وين والله ناسي. قلت له تكفى حاول تتذكر لان الكوابيس قلبت حياتي فوق تحت ولا اقدر انام عشان ما تتكرر قدامي. قال بحاول اتذكر وان شاء الله ساعدك بمصيبتك، بكره صل معنا العصر وان شاء الله اكون جايب لك الخبر. طلعت من عنده وانا فرحان ان اخيرا بحصل لي حل اللي صاير لي. عدت الليله ببطء شديد وكاني انتظر 100 عام، لكن الحمد لله عدت الليله بخيرها وشرها. جاء اليوم الثاني وطلعت للمسجد، صليت وبعدها قابلت امام المسجد وكان وجهه متصفق ومرتبك. سألته وقلت يا شيخ وش فيك؟ قال والله يا علي ما ادري وش اقول لك. قلت له تكفى تكلم. قال انت طايح بمصيبة اكبر منك بكثير. قلت له وش هي؟ قال الوشم ذا كان يستخدم بعهد ملوك الجن بزمان الاغريقيين، وكان كل من يستخدم هذا الوشم يحميهم من السحر الاسود اللي يستخدمونه السحرة والكهان للاستيلاء على الجن وتحضيرهم لطاعتهم. لكن لو حصلت معجزة وجاء الوشم لجسم إنسان بينتقمون منه الجن، وإذا ما قدروا عليه بينتقمون من أقرب الناس له. لكن المصيبة مو هنا، الوشم هذا يضعونه فقط الجن والشياطين لحمايتهم من السحرة. مستحيل تحصل إنسان موجود فيه هذا الوشم حتى ولو كان ساحر أو كاهن، بس كيف وصل لك أنت بالذات؟ جلست أناظر للشيخ بخوف وصدمة وقلت طيب كيف نقدر نتخلص منه؟ وهل بيضروني الجن ولا لا؟ قال فيه طريقة واحدة بإذن الله بتحميك من الجن وغضبهم. قلت له وش هي؟ قال بعطيك ما مقري عليها، بس لازم تخليها معاك على طول ولا تتركها أبد، ويكون معاك مصحف عشان إذا ظهر لك أحد تقدر تحرقه بآيات من القرآن أو ترش عليه ماء وبإذن الله بيتحول رماد. قلت له طيب كيف وصل لي أنا بالذات؟ ليش اختاروني أنا بالضبط؟ قال ما في غير تفسير واحد للي يصير، بيتكم 100% فيه تحته كارثة كبيرة ويمكن قرية كاملة من الجن، وإذا خرجت منه بإذن الله راح تنحل مشكلتك. وإنت ببداية كلامك قلت إنك كنت تغني بالحمام وتستهزئ بوجودهم، وبكذا يكونوا رموا عليك اللعنة وبيحاولوا ينتقمون منك. واليد اللي ظهرت لك من القبر وإنت تركض وحاولت تسحبك لتحت، هذه يد واحد صار معاه نفس ما صار لك أو تعرض من الجن، وهو اللي طبع الوشم على رجلك عشان يتخلص منه أكيد. قلت وإنت وش دراك بهالأمور كلها وكيف تعلمت عن عالمهم؟ قال أنا قبل يوم كنت بعمرك، كنت أعشق القصص الرعب وأسمع وأقرأ لها بشوق، وكنت أنتظر أي شيء ينزل عن العالم الآخر عشان أكون أول من يتابعه. وبديت أتعمق أكثر وأكثر وقريت عن ملوك الجن بعهد الإغريقيين وتأثير السحر الأسود عليهم، وتعلمت أمور ما أحد يعلم بها غير ربي. وفيه ناس صار لهم نفس موقفك بس للأسف لقوا نصيبهم بالموت أو الجنون، ولكن يتمنون الموت لأنه أهون لهم لكن ما يلقونه. أذن المغرب وقلت يا الله الوقت مر بسرعة، وأخذنا الكلام ولا حسينا فيه. أخذت الموية من عند الشيخ والمصحف وتحصنت بالأذكار وطلعت للبيت بعد ما شكرت الشيخ. مشيت بالشوارع وأنا أفكر كيف بكلم أمي عشان نبيع البيت قبل لا يحصل لي أو لها شيء يضرنا. وصلت لبيتنا ولكن هنا كانت الصدمة. لقيت الناس بتجمع عند بيتنا،
جاتني ام الركب ولا قدرت اتحرك بعدها. صحيت على نفسي وجلست استعيد حركتي تدريجيا وركضت باتجاه بيتنا. دخلت وحصلت حريم ورجال لابسين اسود في اسود. انفجعت وعرفت ان حاصل شيء لامي. ركضت داخل ومسكني واحد من اللي موجودين وقال: يا علي وينك كل هالوقت؟ ما تدري وش